عارفين يعني ايه حد بيحب حد لدرجة انه يقتل انسان علشان في قصة حقيقية حصلت في ولاية تكساس الامريكية لواحدة حبت واحد لدرجة الجنون بس لمجرد انها تبعد عنه، والمفاجأة والكارثة ان حبيبها ده شاركها نفس الجريمة. اسمعوا القصة للآخر وشوفوا ايه اللي حصل فيها عشان يخليكوا تفكروا ألف مرة قبل ما تقولوا احنا لازم نغير بجنون علشان بنحب. والنهاية طبعا في سرد القصة غير متوقع. يلا نبتدي ونشوف ايه الحكاية. سنة 1995 في ولاية تكساس الأمريكية في بنوتة حلوة اسمها ديانا زامور، وكانت شاطرة جدا في دراستها، وكان كل حلمها إنها تدخل الأكاديمية البحرية الأمريكية. وفي نفس التوقيت إنسان كانت بتحبه من مرحلة الدراسة الثانوية كان اسمه ديفيد غيرها، بس ده طموحه غير طموحها. دخل الأكاديمية الجوية الأمريكية وكانوا مرتبطين جدا ببعض، يمكن أقوى كمان من كلمة حب. بس في التوقيت ده كان حبهم نقدر نقول عليه كده حب مراهق عشان طبيعة سنهم إن كان غير ناضج. وبعد ما اتخرجوا سوا مرت شوية أيام بسيطة جدا، لكن في يوم ديفيد اعترف لها بحاجة غيرت كل حاجة. قال لها إنه خانها مع واحدة صاحبته اسمها أدريان جونز، وكانت دي زميلته في المدرسة وقتها. ديان لما سمعت الكلام ده اتصدم واتحطمت نقدر نقول كده نفسيا، وما عرفتش إنها تسيطر على غيرتها. ويوم جاب التاني الغيرة ولعت جواها، بس دي طبعا مش غيرة طبيعية أو غيرة صحية، دي غيرة مرضية اللي دايما بحذر منها. المهم بدل ما تاخد القرار إنها تبعد عن الإنسان ده أو تتخانق معاه وتختلف معاه ويرجعوا يتصافوا ويشرح لها إن ده مش هيتكرر تاني والكلام اللي إحنا عارفينه ده، أو أبسط شيء تنهي العلاقة معاه بهدوء، ولكن ديان قالت له لازم ننتقم منه. والغريب إنه ما رفضش ده، وده لأنه بيحبها بجنون ومش عايز يبعد عنها، ده غير انه عايزها تسامحه. وفعلا حبكوا خطتهم بان يتخلصوا منها وينهوا حياتها. ديفيد خد ادريان اللي هي كان على علاقه بيها وراح كانه قابلها صدفه وكانه عايز يوصلها بعربيته، لكن بدل ما يوصلها بيتها وصلها لمكان مهجور، وهناك كانت ديان مستنياهم. واول ما نزلوا من العربيه ضربتها بحديده بعنف على دماغها، والبنت حاولت تهرب وهي بتنزف، لكن ديفيد طلع مسدسه وضربها طلقتين. في اللحظة دي انتهت حياتها، وبعد الجريمة دي رجعوا عاشوا حياتهم ولا كأن في شيء حصل. ولكن بعد 6 شهور ديان ما قدرتش تتحمل الذنب اللي عملته ده، وفي لحظة انهيار قررت انها تروح وتعترف بكل شيء. في اللحظة دي اتقبض عليهم هما الاتنين، طبعا اعترفوا بجريمتهم واتحكم عليهم بالسجن 40 سنة. دي أقل حاجة طبعا. ازاي ممكن الحب اللي المفروض يبقى الأمان والسند يتحول لسلاح وجريمة؟ الغيرة لما بتزيد عند حدها مستحيل طبعا إنها تثبت الحب، دي بتثبت